السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. الأسود يواصلون التحضير للكان بتركيز تام، وحارت مهمة صعبة لا مستحيلة. والآن إلى التفاصيل. واصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته لكأس إفريقيا القادمة بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم. وتم العمل في هذه الحصة التدريبية التي شهدت تواجد معظم الأسماء المدعوة في اللائحة على الرفع من درجة الانسجام بين اللاعبين، حيث تميزت بالتركيز وروح الفريق والرغبة الجماعية الواضحة للاعبين والطاقم التقني في تمثيل المغرب أحسن تمثيل في هذه التظاهرة. وفي هذا السياق قال أمين حارث إن التحضيرات تمر في أجواء إيجابية، والمجموعة جد متحمسة للظهور في هذه البطولة الإفريقية، والتي تمثل له الشيء الكثير لجميع اللاعبين الحاضرين في التجمع الإعدادي. وأوضح حارث أنه لا بد من التركيز لأن المهمة ستكون صعبة بالنظر لقيمة هذا الحدث القاري، والجميع يعلم بما عليه فعله في هذه البطولة، خاصة بعد الإنجاز الكبير في مونديال قطر 2022. وتابع قائلا: كأس العالم صفحة من الماضي، والتحدي القادم هو كأس إفريقيا. هناك منتخبات قوية في هذه البطولة، ونعلم أن الجميع حضر لنا بشكل خاص، لكن نعد بأن نقدم وجها مشرفا للمغرب. جدير بالذكر أن بعثة المنتخب الوطني ستسافر يوم الأحد القادم إلى الكوتيفوار، حيث سيخوض المنتخب الوطني مباراة المجموعة السادسة بمدينة سان بيدرو التي تضم منتخبات تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا. شكرا، هذا كل ما في الموضوع بقناة المملكة الإخبارية. إلى اللقاء.